إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، وقفنا في الأسبوع الفارط مع آية عظيمة من كتاب الله، وهي حوار دار بين أهل الجنة وأهل النار في ذلك الموقف العظيم، في ذلك اليوم المشهود، عندما يحصل ما في الصدور، عندما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في ذلك الموقف ينادي أهل النار أهل الجنة، ينادون عليهم لأنهم كانوا يعرفونهم في الدنيا ويعرفونهم حق المعرفة، وربما كانوا من أقرب الناس إليهم لشدة معايشتهم ومحاكاتهم ومعرفتهم لما تكن به أعمالهم في الدنيا، لأنهم أصبحوا يحكمون على الناس حتى بالضمير فأباحوا كل شيء. هؤلاء القوم ينادي بعضهم على بعض، ولكن من المنادي ومن المنادى؟ المنادى في الجنة الذي صبر على طاعة الله وحقق توحيد الله قولا وعملا، فأصبح التوحيد في حياته واقعا ملموس معاش، ليس معرفة بأصوله وتفريعاته، ولكن معرفة بكيف يعيش به المرء، إذ لا يكفي المعرفة النظرية، لابد من المعرفة التطبيقية، لابد أن تطبق معنى لا إله إلا الله، لابد أن تصبح قضية التوحيد واقعا ملموس معاش بجميع شرائع الإسلام، وهذا هو المفقود اليوم. فيستغيثون بهم من النار من أجل شربة ماء، فقالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اتخذوا الدين لهوا ولعبا، لعبوا بأحكام الله ولعبوا بدين الله، ويحلفون أنهم على شيء وسيحلفون أمام الله وسيحلفون لو كما يحلفون لكم، ألا إنهم هم الكاذبون. سيحلفون يوم القيامة أمام الله أنهم كانوا على الدين وكانوا يحبون نصرة رب العالمين وكانوا يحبون نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أخبر عنهم الله أيام غيبية نحن لا نعيشها، ولكن أخبرنا الله عنها. وسيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون اليوم أنهم على شيء فشهد الله وقال ألا إنهم هم الكاذبون. سبحان الله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وفي المقابل قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن يضلل الله فما له من هاد. آيات عظيمة تحدد موقف كل إنسان اليوم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الوقوف بين يدي الله ويرجو أن يرحمه الله. هؤلاء الذين بشرهم الله بغرف من فوقها غرف مبنية لأنهم ثبتوا على الدين وثبتوا على لا إله إلا الله. فإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه في غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى. في غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ففي حقنا أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق وصدق به. فإذا كان هذا الخطاب يوجه لخاتم الأنبياء والمرسلين فكيف بحالنا؟ تحقيق الإخلاص في التوحيد. والتوحيد لابد أن يكون واقعا معاش. لذلك كانت قبل الآيات أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهذا هو الفيصل. نحن بعدما التزمنا ومن الله علينا بالهداية وسلكنا طريق الله وسلكنا الطريق إلى الله طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هل تخلصنا من صفات الجاهلية أم لا زالت تدفعنا؟ هل علمنا أن هذا الطريق آخرته جنات النعيم؟ فلا يجوز لك أن تساوي ولا تشرك بالله لا في عبادة ولا في دعاء ولا في حكم. أم أنك تتخير من دين الله ما يوافق هواك ويوافق أعداء الله؟ سبحان الله. فقال ربي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان الله. أي معرفة وأي علم هو العلم بهذه الأمانة التي أمرنا الله بها. ليس العلم الدنيوي. فإننا نرى اليوم العلم الدنيوي قد حمل أقواما إن لم يتوبوا إلى الله إلى نار جهنم لأنهم حكموا في دين الله وفي شرع الله بعقولهم وأصبحوا يقودون شعبا تحكموا فيه لسنوات طوال بتغريبه وفصله عن دينه قدر المستطاع. فأصبحوا يلهثون وراء حضارة غربية تباع أعراضهم فيها في سوق الرذيلة. أصبحوا يضاهون حضارات غربية اتخذت أربابا من دون الله. فأصبحوا يحاكونها في كل شيء وفرضوا على شعوبهم محاكاتها. فلنا الله وسنقتص من رقابهم أمام الله. فأصبح هذا الشعب كما ترى رهينة خبر، رهينة موقف. اليوم في واد غدا المسلمون في واد. وأليس هذه الفتنة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم تكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سبحان الله. ألم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات؟ حذرنا منها. فلماذا نحن نتقلب؟
لماذا نحن نتقلب ونترك دين الله في اليوم؟ ليس مرتين بل عشرات المرات. يهزوا اخبار من تونس الوثنيه، يردوا اخبار من حنا من شيش تسكر، يسمع اخبار في الصهيونيه، يتعدى الاخبار في جوالها وهو هكذا يتقلب فيها. لا والله ايه والله لا والله. وهكذا شأن الناس اليوم، ينعقون خلف كل ناعق. ليش؟ لأنهم لم يتربوا على معنى لا إله إلا الله، لأنهم لم يعرفوا معنى الجاهلية ومعنى الإسلام، لأنهم كانوا يعيشون في جاهليتهم بمفهوم فتوى فرانسوا ميتيران وغيره. تقول لا إله إلا الله مسلمين ايش بيه؟ مش ناقص. الناس العصاة هذا الناس ربي يتوب عليهم، يحب الدين يبقى الدين، يسب رب العالمين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقص من دين الله، يحيي شرع الله. مسلم ما يقصدش. هكذا اصبح المجتمع، فتنصلت الناس من دينها، فاصبحنا قطيعا يتحكم فينا ارذل القوم من عباد الصليب. اصبحت امه محمد صلى الله عليه وسلم تقات من عباد الصليب. سبحان الله. ذل. لماذا؟ لابد أن تعرف هل أنت تتلاعب بدين الله أم لا. لابد أن تعرف موقفك من الآن، واعلم علم اليقين أن سنة الأنبياء ماضية وسنة من سلك طريق الأنبياء ماضية. لماذا؟ ليش؟ وقتاش انتصر؟ وقتاش راوا الإسلام منتشر؟ وقتاش راوا الإسلام يحكم في الأرض؟ حتى تستحق أنت الإسلام وأنا، حتى نكون نحن على الجادة، حتى نكون نحن يا أخي يمكر بنا مخابرات، وربما قاعد في نفسك في جنبك نحن وتكرره مخابرات. سنة حتى نتربى. افهم جيدا، حتى نتربى على معنى لا إله إلا الله، حتى لا تكون إمعة، حتى تكون رجلا، حتى تعلم أن أعداء الدين يكيدون للإسلام وللمسلمين ليل نهار، ونحن الخبر كما تعرفون، الخبر كما تعرفون إذا ما رحم الله. يا أخي سيؤذون؟ نعم. قال ربي سبحانه وتعالى في شأن من؟ في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليش؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أشرف الخلق أرسله الله رحمة للعالمين، لماذا يخرجونه وقد جاء بالصدق وصدق به ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى ترك الربا، يدعوهم إلى ترك الزنا، يدعوهم إلى ترك قتل النفس بغير الحق، يدعوهم إلى موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين. لماذا يخرجونهم من مكة؟ هذا حالك اليوم. إذا دعوت إلى هذه العقيدة أبغضك القوم، أبغضك القوم. لذلك بعد الآية من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ايش الآية بعدها؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا. آمنت؟ اتق الله، اترك صفات الجاهلية. آمنت؟ اترك صفات الجاهلية. صدق الإيمان أن تتخلص من صفات الجاهلية، الرواسب بتاع الجاهلية اتركها. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. ايش دخل هذه في أرض الله؟ قال صاحب أضواء البيان، رجل غريب دخل إلى مكان النساء ثم خرج. قال صاحب أضواء البيان، ذكرت هذه الآية لأن من لم يستطع أن يظهر دينه وأن يقيم شرع الله في أرضه فشرع الله له الهجرة. سبحان الله. لذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة،
سنة ماضية، أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة. هل تعرفون؟ لا. نصبوا له الأعداء وألبوا عليه القبائل. يا أخي دعوني أسيح في الأرض أعبد ربي، ممنوع من الصلاة. ليش؟ ممنوعين من الصلاة؟ دعونا يا أخي. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون الذين صبروا من أجل لا إله إلا الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لابد يا مسلم أن يكون همك اليوم هو كيف تنصر دين الله، لا أن تتربى تربية الغرب. ربنا نجيب من الأعلى إلى الأسفل إلى ما رحم الله. قد أن يخرج من بيته لابد أن يربط ربطة العنق فينظر إلى بطنه وينظر إلى فرجه، فأصبح فكره في بطنه وفي فرجه فلا يفكر في شيء. أصبح قوم كان سلفنا الصالح ينظر إلى الأمام ويستشرف الدنيا بإيمانه فتنطلق الفتوحات الإسلامية تدوي أصواتهم بلا إله إلا الله، يفتحون الدنيا من أجل نشر العقيدة السليمة ومن أجل دحر الشرك والكفر. فأصبح قومنا اليوم قبل أن يخرج من بيته لابد أن ينظر إلى شهواته، فأصبحوا يعبدون الشهوات فلا خير فيهم. انظر، لا خير فيهم. سبحان الله، هذه تربيتهم، هذه تربيتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا. لما شب المسلمون في المدينة وأصبحوا مستقرين انتقل نفر من اليهود. اسمع، خذ اليهود ومن اليهود مصر موسى في الدول العربية كلها الأعمال اللي داخل 90% من إشراف الموسى. ليش؟ استغلال المواقف سواء صح أو خطأ لضرب الإسلام والمسلمين. كل موقف اليوم بلمع عصور شخص يظهر حاجة معينة لابد يصبح حرب الإرهاب وحرب الإسلام وحرب المسلمين حتى يرضى الغرب. سبحان الله، سبحان الله. ليش؟ إنهم أصبحوا رهينة الاستعمار اليهودي. اليهود واليهود يتصرفون بأدواتهم وبيد الله. هم يحبون ويدفعون الدول الصليبية لحرب الإسلام والمسلمين كما فعلت اليهود لدخول أمريكا لأفغانستان وللعراق ولغيرها. فذهب نفر من اليهود لقريش: يا قريش، كيف تتركون محمد في المدينة وأصبح له دولة وأصبح له جماعة والتحركات والمناقضة وكذا أصبحوا كثر. إيش الصحوة التونسية هذه؟ إيش الصحوة في مصر وفي كذا وفي الدول؟ إيش الصحوات هذه؟ وش المنابر هذا والعياط؟ باش يحمل الناس باش يحرقوا الإيمان بتاعهم. نحبوا الناس تجي تروح تعرف تشرب الشجرة في عيد الشجرة. نعملوا خطبة واحدة لابد كي تحصل تحصل بالله وما ترسخش ليك. هكذا يحبوننا نرجع وهكذا يحبون الخطب الموحدة. هكذا يحبون عيد الحب. هو جايكم عيد الحب والله وصف الحب. نحب بعض والإسلام يحب على الحب والحب اللي نخرج في مخه. هذا معنى الخطب الموحدة. ولكن اعلم علم اليقين قضيتنا ليست منبر. خذها عقيدة. قضيتنا ليست منبر. نحن طالما أن فينا حياة سنظل ننصر دين الله سبحانه وتعالى. سنظل ننصر دين الله. فلا نملك شيء، ضعفاء، لا نريد ولا نريد شيء. نريد أن ننصر دين الله. القضية ايش؟ أن يرضى الله عنه. قضية ايش؟ أن تدخل جنة النعيم، أن تدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينظر إليك ويقول هنيئا لك الجنة. هذه القضية. القضية ليست الدنيا، القضية ليست مناصب،
قلت يا عبد الله، واعلم أن هذا الطريق سلكه من هو أعظم منك وابتلي وصبر وانتصر، وستسمع معي مواقف سنخشى أنا وأنت ما تقدمنا لدين الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، فهذا هو الطريق. ذهب نفر من اليهود من الذين كانوا يسكنون المدينة إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، محاربة الإرهاب. من رأس الأفعال اليهود كما في كل مرة بالتعاون مع المشركين وقبائل العرب المشركة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عربيا؟ أما كان انتصاره شرف العرب؟ أما كان تمكنه في الأرض شرف العرب؟ فلماذا العرب قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسأل السؤال اليوم: لماذا بني جدتنا يكرهون الدين؟ لماذا لا يريدون الدين؟ لماذا لا يحكمون شرع الله؟ لماذا لا يستنبطون من شرع الله ما يوافق حياتهم وجعل الأصول فوق الرؤوس؟ لماذا؟ الشرع الله يحتاج أن نضيف إليه من أفكار البشر زبالة أفكار البشر. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فاسمع، فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا السؤال، اسمع جيدا. فقالت قريش: يا معشر اليهود، ناس سدش، يا معشر اليهود، لا يعرفون مكر اليهود، يا معشر اليهود، قالوا إنكم أهل الكتاب. اسمع هذا الحوار. لما حمل اليهود قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، قريش سألت اليهود سؤال واضح، قالت لهم: أنتم أهل الكتاب، نحن ما نزلش علينا كتاب من السماء لأنهم لم يؤمنوا بكتاب الله، أنتم أهل الكتاب، هل ما نحن عليه اليوم من ديمقراطية وأحكام وضعية وموالاة الكافرين وقتال المسلمين وتتبع من التزم بدين الله والصد منيع لمن قال لا نريد شيء، نريد منكم أن تقدموا العلماء حتى يكونوا هم أسوة للناس ويستنبطون من دين الله ومن شرع الله النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأنه تنزيل من رب العالمين، ولا تحكم السفهاء الرويبضة الذين تقدمونهم في المنابر الإعلامية. لا نريد سفهاء ما يعرفش يتوضا، لا نريد سفهاء ما عندوش يحضر جولي، نريد رجال تحكمنا، نريد رجال تصبت لنا القوانين فقط، لا نريد شيء، لا نريد شيء. فقالوا: يا معشر اليهود، هل ما نحن عليه اليوم أحق أم ما عليه محمد؟ سبحان الله، ايش تصور اليهود مش تقول؟ وقد نزل في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرهم عيسى بن مريم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اليهود تنتظر مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنتظر الخروج. فكيف تتصور لماذا أجابت اليهود قريش؟ أقرأ السيرة لابن هشام والسيرة والمغازي ستجد هذا الكلام. فقالت: لا، ما عليه أنتم هو الحق، ما عليه أنتم هو الحق، وأنتم أحق به، وما عليه محمد وباطل.
فنزل فيهم قول الله وهو يتلى في كل من غير شرع الله، لأن العبرة ليس بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. ألم تر إلى الذين فنزل فيهم قول الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان الله سبحان الله. أن تؤمن بالله قدم شرع الله، وإلا ستنطبق عليك هذه الآية. الآن هذه كتاب الله فصل بيننا، ولكن قريش اتبعت اليهود الملاعين وحاربوا المسلمين، وخرجت قريش بحدها وحديدها، بل ألبت قبائل العرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت المشركين لقتال الموحدين. لماذا؟ لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. فجمعت قريش واليهود 10,000 مقاتل مقابل 3,000 في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واجتمعت الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. سبحان الله. انظر هذا الموقف العظيم، أناس عزة أخرجوا من ديارهم، أطردوا من بلادهم، حرموا من أموالهم ومن ديارهم، تركوا الدنيا وأقبلوا يدعون الناس، تركوا الدنيا وأقبلوا على الخدمات الدعوية، تركوا الدنيا وأقبلوا الناس تعمل 2 و3 أشغال في اليوم، هم لا، تركوا الدنيا وأقبلوا على الدعوة إلى الله. إن كنتم صادقين في حبكم لدين الله فانشروا دين الله بين الناس، إن كنتم صادقين في نصرة شرع الله وفي نصرة دين الله علموا الناس معنى لا إله إلا الله، علموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الناس الخوف من الله ليس بالانتحار. فحاربوا ونزلوا إلى المدينة، ولكن الابتلاء كلنا يعرف غزوة الأحزاب وما فيها من مكائد وما فيها من تربية إيمانية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. 10,000 مقاتل بسلاح وحديد يقدمون على المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بحفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي اعترضتهم صخرة فيضرب النعم النبي صلى الله عليه وسلم، لما عجز الصحابة عن كسرها واقتلاعها فيضرب بالنعم، وأبو هريرة ينظر وإذا بنور برق يخرج من تحت النعم مرة الأولى والثانية والثالثة. فأبو هريرة قال يا رسول الله انظر الشدة يا أخوة، انظر التربية الإيمانية. نحن هذا اليوم بس اليوم التربية الإيمانية الصبر. أليس الله بكاف عبده؟ يا عباد الله أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، لماذا يخوفوننا بالمشركين؟ أليس الله الذي آمنا به هو العزيز الذي لا يغلب؟ أليس الله الذي آمنا به هو عظيم الجانب من لجأ إليه لا يسيبه أبدا؟ أليس الله الذي آمنا به ورضينا به ربا، ورضينا بالإسلام الذي ارتضاه لنا دينا، ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ أليس الله يكفينا شر المشركين؟ فلماذا يخوفوننا بالذين من دونه؟ سبحان الله. فلماذا يخوفوننا بالمشركين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه التربية على العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يا رسول الله معلولة وثانية وثالثة ضق. في هذا الموقف ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما في الأولى فقد أوتيت مفاتيح اسم. سبحان الله. هذه الظروف والله وكأننا نرى بأم أعيننا حكم الله سينزل ويعم الأرض. هذه الابتلاءات هي تصنع الرجال، هي تصنع قلوب تلتجئ إلى الله، فلا ننظر إليها بأعين المجرمين ولكن ننظر إليها بأعين المؤمنين. انظر إلى الأحداث بقلب مليء بالإيمان، ستنظر إلى أرونا ماذا تؤدي، وستنظر
إلى الفتوحات وقد انطلقت بلا إله إلا الله. انظر بنظرة يمنية، فقال أوتيت مفاتح كسرى في الأولى، والثانية أوتيت مفاتح الروم، والثالثة مفاتح اليمن والمشرق. يا الله، سبحان الله. وتزيد التربية الإيمانية، سبحان الله. وشدة على المسلمين، لا تخف من ضيق العيش، وش يضيقوا عليك نعم، وش يكيدوا نعم، ولكن لا تخف، لك رب كريم. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله. أليس الله بكاف عبده؟ يا مؤمن إنك منصور، يا مؤمن إنك منصور. ولكن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرحل الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الفصل. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. سبحان الله. اتق الله، اتق الله، الجأ إلى الله، وتزداد التربية الإيمانية. والمسلمون يا إخوة يحفرون الخندق، والخندق هذا عظيم، ويربطون الحجار على بطونهم من الجوع. ماذا يريدون؟ يريدون نصرة دين الله. سبحان الله. اثبت. فيأتي جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائد، قال وكانت لي في البيت عناق، يعني أنثى النعس صغير، فقلت أجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندي بعض الشعير في البيت يكون خبزا، فأشمل لحم النبي صلى الله عليه وسلم وأقدم له خبز. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصر له في أذنه، قال يا رسول الله أعددت لك طعام. قال نعم. قال طعام لك. قال يا أهل الخندق، يا الله 3000 عناق، شيء من الشعير. فقال فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا يفعل هذا الطعام؟ فذهب إلى زوجته وقال إن الأمر لقد قلت لي شخصان، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي الجيش. قال اسكت ونصبر، عفوا نصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى بذلك. سبحان الله، سبحان الله. اسمع يا نساء، اصبرنا على الحجاب، اصبرنا على النقاب، دعكم من الفيسبوك، ودعكم من الحب والغرام الوهمي، وتعلقوا بهن بالصحابيات، فإنكم نصف المجتمع الذي سينصر الله به هذا الدين. فقالت رسول الله أعلم بذلك. قال فجاء الطعام فوضع يده ثم برك عليه، فلا زال الناس يفيدون ويأكلون حتى صدروا عنه. سبحان الله. يعني أكلوا والطعام لم يصدروا شيء، فشبع كل القوم. أليس الله بكاف عبده؟ يخافون علينا من الجوع، يخافون علينا من الموت، لموت في سبيل الله وفي طاعة الله، وثبات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما تعني لنا الأولاد، وما تعني لنا متع الدنيا، لا تعني شيء. اصبروا عباد الله وصابروا، وإياكم والتلون في دين الله، وإياكم والمخابرات، إياكم والمخابرات. وسنقص هذه القصة، هي في غزوة الأحزاب، سمعون منها ولكن فيها عبرة. لما أرسل الله الجنود والريح على قريش 10,000 مقاتل، وحدثت الفرقة بين الجيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنة. قال حذيفة وكانت ليلة باردة جدا حتى سمعنا الحجارة تستك، الريح تقتلع الحجارة، فالحجارة تستك في السماء على قريش وجيش المدينة لا سوء، وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إنها رحمة الله. يعني القضية كلها امتحان،
يشوفك ربي سبحانه وتعالى ينظر إليك أتصبر أم لا تصبر فقط. لا يكلفك الله ما لا تطيق يعلم، ولكن لابد أن يرى منك صدقا وصبرا في الدين. فقال حذيفة فتصاعد خطأ. مشيش يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قوم في البرد هذا والعشر اسمع المواقف، أنا والله كان جيت في المكان الفلاني يعمل اتق الله رد بالك. قال فتصادقت. فقال الثانية قال فلم يقم أحد من الصحابة شدة الموقف. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. يا الله. قال فلم يكن من طاعة رسول الله بد حجارة رياح لم يكن من طاعة رسول الله بد ما دام قال افعل. سبحان الله. هذا الجيل افعل حجارة برد افعل. قال فلما قمت اسمع. قال أول خطوة خطوتها في الطريق وإذا بي أنا وكأني أسير في حمام. برد شديد. لما امتثل الأمر وحمل نفسه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء التخفيف. قال فصرت وكأني أسير في حمام. سبحان الله. حتى وصل إلى داخل معسكر قريش. قال وإذا أنا بأبي سفيان يسقط. قال فاشتدت الريح فلا تقم لهم لا ذكرا ولا ذكر ولا شيء. قال وإذا أنا بأبي سفيان يقول يا قوم قد ترون من حل بنا وقد ترون من الظلمة شديدة فليسأل أحدكم جليسا يمشيش يشوف القوم. انظر الصحابة وذكاء الصحابة. قال حذيفة فإذا أنا بجنب رجل مشرك ضربة شديدة لا يمشي. فلما أمرهم القائد أبو سفيان بأن يسأل كل واحد منهم شكون جالس بعدها يمشيش داخل يسأل شكون حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم احنا والله نحن لا بنحط والاخوة اتقنا. قال حذيفة فتبادرته بسؤال قلت له من انت؟ رأيت؟ لا مش بيسموش هو السؤال لا نسأل هذا السؤال من انت؟ قال فلان فلاني فسكت. سبحان الله. فلم يكن انظر الذكاء والفتنة يا إخوة. كتم الأسرار كتم الأخبار. فردوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واعلموا أنكم منصورون ولا تتدونوا في دين الله وإياكم المخادعات فإن القوم يكيدون للمسلمين ليلا نهارا لا ينامون الليل. أنتم هم لا ينامون الليل يكيدون لكم ونحن لا ننام الليل ماذا؟ أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وخائما. سبحان الله. وعليكم بالدعاء إخوة الإيمان. عليكم بالدعاء فإنه السلاح. الأمة اليوم في حاجة للدعاء. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا الله كل شيء حتى شراك نعلك والملح. ينقطع صلاتك ما تقولش عندي شعبين شيء الله يا رب أعطيني أيضا. هكذا كان الصحابة حتى شراك النعل والملح. تمام التوكل على الله. ثقوا بربكم واعلموا أنكم منصورون والله إنا منصورون ولا تزيدنا هذه الأيام إلا ثباتا على الحق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. سبحان الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله لا تزيدنا هذه الأيام إلا إيمانا وتسليما. فنسأل الله أن يثبتنا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد كله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أنت أعلم بحالنا منا. اللهم أنت أعلم بضعفنا. اللهم أنت أعلم بذنوبنا منا يا رب. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته يا رب العالمين. اللهم نفس علينا
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.